وصلنا التلات بنجنيات دول. يلا. ازاي وصلنا التلات بنجنيات دول للطبق ده؟ عايزين تعرفوا الطريقه وعملناها ازاي وفارس عمل فيها ايه؟ كملوا معانا الفيديو للاخر. جبت البتنجانية قطعتها شرايح بالعرض وبعد كده شرايح بالطول. الوصفة دي لعشاق البتنجان والناس اللي عندهم انيميا. هتاكلوا بتنجان عمركم في حياتكم ما اكلتوا زيه. كنت جايب بقى فيجيتار، عايزين تعملوه حراق او بارد براحتكم اللي انتوا عاوزينه. جبت 5 بيضات بس لازم يكونوا من فرخة ولد، عشان لو خدناها من فرخة ست هتزعل على اولادها. فانا قصرت الطريق قلت من فرخة ولد، كده كده مش بيحسوا. هي الرجالة كده قلبها جابت دايما. حطيت على اولاد الفرخه ملح وفلفل وشويه لبن ونقلب قلبه وسبته لحد هنا. بقى حطوا لايك. خدت البتنجان وسلقته في ميه وملح. ليه بقى مناديل ورق؟ علشان اشيل اي رطوبه في البتنجان. الرطوبه معروفه بتخلي البتنجان يشرب زيت. احنا نعمل اكله صحيه متكامله. اللي وصل لحد هنا من الفيديو يصلي على سيدنا الحبيب اللي بذكره قلبك كتير. قلبتها يمين وشمال، بعد كده حطيتها في الفيجيتار. هنكرر العمليه دي مرتين، بيض وفيجيتار بيض وفيجيتار. كان زمان في واحد صاحبي مش بياكل اي حاجه خالص، قلت له روح اكشف عند الدكتور. رد وقال لي ليه هو انا عيان؟ قلت له سيب فيا يا صاحبي. قعدت اكله عسل وبتنجان طول الاسبوع، طلع عنده انيميا. والانيميا هي اللي ما كانتش بتخليه ياكل. لما سمع كلامي بقى الانيميا كلنا قلنا لها باي باي. بجد لو جربتوها هتدمنوها قوي. دي طريقه سهله وطعمها يجنن.